مرحبا، مساء الخير، كيف حالكم؟ معكم المحاسب فيصل عبد الناصر، سينيور اكاونتنت في شركة قطاع محطات بنزين وبترول في المملكة العربية السعودية، العاصمة الرياض. أول حاجة أحب أبارك لكم إنكم أخذتوا أول خطوة إنكم تدرسوا بشكل عام أي شهادة احترافية. خلينا نتكلم بشكل تحديدي الحين CMA. جدا راح أضيف لكم في الناحية المعرفية والبوزيشن والرواتب وكل حاجة، كلها إيجابيات. أنا ما أذكر إنه الشهادة هذه حتعطيك أي حاجة سلبية. طبعا أستاذ الدماني ما قصر معي بصراحة. أنا الحمد لله باس في البارت الأول، وساعدني أستاذ الدماني كثير فيه صراحة، من ناحية شرح الفيديوهات ومساعدة في حل المسائل، نماذج الأسئلة الإسي وما الإسي، وأشياء كثيرة. غير دعمه بصراحة كان لي بآخر شهر من قبل الاختبار، إنه كان يعني يدعمني ويوجهني ويقول لي إيش أسوي. يعطيه ألف عافية، ما قصر. طبعا يعني لا أحكي لكم، يمكن أحلى فرحة فرحتها في عمري كله لما شفت رسالة النجاح في عمري، وأنا تقريبا حدخل 30 سنة. أحسن الأمور اللي هي شرحه وطريقة شرحه، خاصة في بداية كل محاضرة، إنه يعطيك زي مثال وتتخيل معه. هذا غير إنه شرحه واضح ومش سريع أصلا، ويعني بتكلم باللغة العامية اللي الكل راح يفهمها. في ناس بيتكلموا لما بيشرحوا لكم بيشرحوا بطريقة مدراء، إنه أنت بدك تكون مدير عشان تفهمه، أو ليفلك عالي عشان تفهمه. لا، أنا بشوف إنه أي شخص كان بإمكانه يفهمه. أول حاجة في السماء بدها يعني مش عارف، التزام 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 التزام. كيف أقدر ألم أكثر قدر من المعلومات، وكيف اللي يساعدني إنه أحجز اختبار وأنا واثق ومتمكن من نفسي. فكيف تدرس هذه؟ أنت إيش برجع لك أنت، كيف لما أنت تكتشف نفسك إيش بيناسبك. الوقت عادي يناسبك إنك تصحى الصباح بدري قبل الدوام. أنا بتكلم لو إنكم أشخاص موظفين، قبل الدوام بعد الدوام، لا بدي أرجع بعد الدوام أريح شوي بعدين أدرس. أنا سويت كل هذا، بس اكتشفت انه اريح لي كفيصل انه اداوم الصباح بدري وبدري جدا، ادرس قبل الدوام وادرس بعد الدوام. منها يعني انا هيك بالنسبه لي، انا كفيصل انا هذا شفته احسن نظام عندي. طبعا غير الويكند اللي لازم تستفيد منه. برجع بقول انا بتكلم بالنسبه هذه للامور هذه، انا بتكلم كخبرتي انا، او ايش شفت اكثر حاجه انا استفدت عليها. يمكن حتى سيد الدماني كان بيدرس بطريقه مختلفه، وعندي ناس اصحابي اخذوها الحمد لله وكانوا بيدرسوا كمان بطريقه مختلفه. كل واحد وطريقته، كل واحد وعقله، كل واحد وتفكيره. انت مالك علاقه في حد، المهم انك تدرس. دي بعد الالتزام، اترك الالتزام على جنب، لانه اصلا لولا بدون الالتزام حتى النقطتين هذول انت ما في فايده منهم. تحل مسائل كثير وتراجع. برجع بقول الاستاذ الدماني ما راح يقصر معكم في اي حاجه في الشرح. سهل، طريقة بسيطة جدا وأمثلة وطريقة واضحة، وما بصعبش ولا بعقد الدنيا. كمان مرة كل الشكر والتقدير، معلش إذا طولت عليكم. وبرجع بقول لكم يلا رحلة موفقة. وآخر حاجة، ترى الرحلة حتكون صعبة بس مش مستحيلة. يعني أنا كنت أشوف غيري معه CMA وما CMA وزي كذا، كنت أقول بعقلي هي صعبة وأنا عارف إنها صعبة، بس يا أخي هذا هو عنده وأنا مش عندي. ليه؟ أنا عندي عقل وعندي capability وعندي skills إنه أقدر أسوي نفس اللي سواه وحتى أحسن. فهي بتيجي إنه صعبة بس أنت تقدر، يعني إنه ما فيش حاجة مستحيلة في الدنيا، بس أنت لازم تحاول وتتمكن وتفكر وتعيد وتراجع وتحل. وأرجع بقول لكم كل التوفيق لكم، وفمان الله. وانت كمان تقدر. احجز معانا دلوقتي علشان تبدأ رحلة نجاحك في الCMA.